التي سيقوم بها الملك محمد السادس لجنوب السودان، أجرى سفير المغرب بجنوب السودان مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي دين غالورا. وحسب البلاغ فقد أعطى الملك محمد السادس أوامره بإقامة مستشفى ميداني متعدد التخصصات في إطار مهمة إنسانية لفائدة ساكنة جمهورية جنوب السودان، وذلك ابتداء من يوم الاثنين المقبل. هذا المستشفى يتوفر على قدرة استيعابية تناهز 30 سريرا قابلة للرفع إلى 60، كما يضم 20 طبيبا متخصصا و18 ممرضا، وسينجز استشارات طبية في مختلف التخصصات ولا سيما طب الأطفال والطب الباطني والجراحة وأمراض القلب وطب الأسنان وغيرها. السبيطار هذا واش مواطن هذا يجي حتى السبيطار هذا السبيطار هذا شوفوا عباد الله، شوفوا السبيطار هذا بحال هذه نقولوا سبيطار. شوف المغاربه عاصي الملكه لا دور على سيدنا ماشي سبيطار هذا. شوف ولا شوف الوثائق ديال الناس شنو تيوقع بها. شوف الوثائق ديالنا، شوف الوثائق ديال الحمام في 2017. شوف شنو تيوقع. حاله هذه ماشي حاله، تنعيشوا في ازمه خانقه من ناحيه التطبيب والتمريض. شوف هذا الميزان ديال الدريسات يعبروا به شحال من كيلو. شوفوا حاله كي داير. شوف هذا دري غيتعالج هنا باي نفسيه غادي يكون هذا الانسان اللي غادي يجي مريض وهو غيدخل يلقى هذه الحاله هذه. جماعه احنا في دوار ايت ربع، منطقه ايت ربع. جماعه ديك طايره حسب الثالثه. شوف والله شو الحاله. شو عيد اصاحبي هاي خلي لا حول ولا قوه الا بالله. شوف الطويت الدوش المواطن حاله. شوف شوفوا الله يجازيكم. شوفوا هذا المنكر هذا فاش هذا الدوار ديال تاكل شي جماعه وزاره تقدم بولمان. ها انت 4 ولا 5 كيلومتر كيمشيو الناس على رجليهم هازين المريض. ها انت ما كان لا سبيطار هاز المريض باغي الكوليك ما لقاتش الشوكه اللي يديرها لها. المراه حامله كتحصل، المراه مولات الشوكه كتحصل، مولات اي واحد كيحصل. حنا منكوبين في هذه المنطقه هذه، حنا معزولين. راه ما كان لا جماعه لا والو لا برلماني لا حتى شي واحد، راه ما كاينش اللي كيشوفنا. راه الجماعه كتاخذ الموارد ديالنا وما كانش اللي يفكر فينا. عباد الله اش هذا المنكر هذا. فجنود الخفاء اللي وصلوا هذا الفيديو في الفيسبوك الله يجازيكم بخير يزيد ينشروا. راكنا نحدوا هذا ديالنا. شوفوا هذا هانتوما شوفوا الناس. احنا كانت نتناوبوا على المريض باش نوصلوه على 5 ولا 6 كيلومتر. شوفوا هذا المنكر عباد الله. الله ينصر الملك. هادشي راه خصنا يوصلوا باش يشوف فين عايشين الناس.